انه بشكل بمزح معك؟ لا يا حبيبتي ما بزعلش والله. ايه؟ عن جد؟ ما بزعلش والله. مش معنى كده ان انا ما عنديش دم يعني. لا بس انه هيك طلعت عن مزح، انا ما قصدي هيك. لا انا طلعت عن مزح عن جد، انا ما قصدي هيك. اديني المايك شويه. ادولي يعني اتكلم. هو ايه ده؟ اتكلم بقى. انا في حاجات بزعل منها بس مش كل حاجه بزعل منها. والحاجات اللي بزعل منها اكيد انتوا مش عارفينها يعني. فطبيعي لما تعملوها اول مره هسامحكم، ثاني مره ممكن اسامحكم، ثالث مره لا. شكرا. طبعا كلنا كده. في حدود لاي حاجه، فاهم يعني. في حد لاي حاجه، يعني اي حاجه في حد ليها. لا هي الفكره مش في كده، الفكره ما انت بتقول الاول هسامح والتاني هسامح والتالت ما سامحش، ايه الفكره؟ مش معقول ان احنا نفضل نسامح بس. هو الاول لا الحاجه انت بتقول كلام وبعدين بقول لك بتقول الحاجه لما بتتعمل مره يعني. انتوا اكيد عكسه ايه، ما انت لسه قايله من شويه وانا كمان واحنا كلنا كده، وبعد كده رجعت تفكر في الموضوع شويه قالت لك بس ازاي يا عم بس بتعمل فريق؟ لا انت بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ مش فاهم. بعد كده قعدت افكر بالكلام. اول مره بتتعمل بتبقى يعني انا مثلا اعرف شانتال مثلا، بس هي ما عملتش معايا حاجه تزعلني قبل كده، وهي ما تعرفش مثلا الحاجات اللي بتزعلني، وطبيعي ان انا هقول لها يعني طبيعي ان انا مش هقول لها الحاجه اللي بتزعلني عشان هي ممكن تعملها بس بهزار فانا ازعل. فهي لما تعملها اول مره اكيد هي مش عارفه الحاجه اللي بتزعلني فهسامحها. تاني مره ممكن اسامحها، ثالثه بقى لا حاجه ما هو اسمها كده بقول في حاجه مصريه الله اسمها هو التالتة. الحد في نسبة اجتهاد لو والاجتهاد حصلت أكبر. ممكن تقوي الموضوع لا، عنه. يعني طبعا الغنى فيهوش يعني اجتهاد زي اكيد. بس انا لسه كنت بقول لرافائيل، قلت له شوف انت ممكن، هو رافائيل متخيل ان مثلا ايه عباس ان مروان إن الناس دي عشان خاطر مثلا بتغني وبتعرب ومش عارف وبتعمل يبقى الناس دي صوتها حلو. قلت له انت ممكن، انا ممكن اطلع وانت ممكن تفضل عشان انت بتأدي بشكل كويس، انت بيتقال لك واحد اتنين تلاته فبتسمعه بتعملهم. وبتركز فيه وبتعملهم. انا ممكن اطلع حتى لو انا صوتي كويس عشان انا ممكن اكون مثلا ما بعملش واحد اتنين تلاته اللي هم بيتقال لي ده عليه. حقيقي هنا فهي ملهاش علاقه، موضوع مش كده. مقياس الصوت ان هو يبقى كويس. والله كنت لسه امبارح بفكر في الموضوع ده، ان في حد ممكن يبقى صوته يعني بس لا هو اللي يفضل وهو اللي يكمل وهو اللي عشان هو بيسمع وهو يعني بيتطور، لكن انا واقفه مكاني. ما عشان كده انا بقول لك، وما كنت بقول لك ايام البرايم وما قلت لك الاغنيه قوليها حلو واعمليها كويس لان دي فرصه، لان انت عندك صوت حلو و... وعندك في حته كمان انا لاحظتها في كذا حد ما شاء الله، في ناس ما بتتعبش بسرعه يعني، مش اللي هو مثلا تنام في الاي فتصحى تقول لك انا صوتي رايح، او ان هي تزعق كذا مره فصوتها يروح. في ناس عندها قوه تحمل، ربنا خلقها عندها قوه تحمل شويه، انت من الناس دي يعني ما شاء الله عندك حته ان صوتك ما بيتعبش بسرعه. فدي ميزه انك انت استغلي بقى ده، انك انت تتعلمي هو من الناس. بيتبح بس لا بيتبح ويرجع بس في ايوه الغنى لا. بس بيتبح ويرجع تاني. يعني واحد زي رافائيل بقاله 4 5 ايام صوته تعبان. انت فاهم قصدي؟ أيوة أيوة. سعد نفس القصه. انا عندي مشكله ان انا لما بغني وابدا اشد شويه على صوتي بيبدا يطلع اكنك عندك برد تفضلي عايزه تعملي كده. الموضوع والله بلغم شويه. دي لازم نتغلب عليها، بس فعلا لازم نهتم بالكلام اللي بيقوله الاساتذه، ده اللي هيقدمنا. انا بالنسبه لي ده اللي هيقدمني حتى لو بعرف اغني. صح. يعني الحاجات دي انا عشان في المنصوره ما بعرفش اعملها عشان القاهره، يعني التمارين والفوكاليز فالحاجات دي بالنسبه لي نفسي اعملها من زمان قوي، نفسي ابقى تحت ايد حد يدربني ويقول لي اعملي وكذا وكذا، لاني عارفه ان جوايا حاجات بس ما بعرفش اطلعها. يعني فاكره لما كنت بغنيها كل ملكك كنت اجي اقول لك انا مش عارفه اغنيها مستعار ولا اغنيها عادي، مش عارفه، وفي الاخر مدام كارلا قالت لا قوليها مستعار، الدخول ما ينفعش. ده اللي اتقال النهارده في عند مدام ميري، اغني من ان شويه كده وشويه كده، وامتى تعرفي تنقلي من هنا وامتى تعرفي تنقلي. خلاص بداتي بقى تعرفي ايه ده فعلا في حاجه اسمها كده. بقيت فاهمه دلوقتي. بس هي الفكره بقى انك انت يجيلك فرصه انك تقعدي يعني لو انت مثلا فتره ان انت تتعلمي فيها هتبقي كويسه، بس بعد شهر من التعليم انك تعرفي انك تقعدي الشهر ده عشان لغايه ما توصلي انك تبيني للناس والله لا ده انا اتعلمت وبقيت احسن اهو. هي دي الفكره، انك ما تطلعيش قبل ما تلحقي انك توصلي الناس انا كويسه. هي دي بقى المشكله. فربنا يستر. لا وبرده حوار ان حد يبقى بيفهم بسرعه يعني عنده قدره على الاستيعاب بسرعه، يتعلم بسرعه. انا ممكن اتعلم بسرعه شويه في الغنى، لكن في الرقص
لا انت خايفه. بطيخه. ايه ده، انت بتعزف عود؟ الدين والعطف دليل وإن رمت الآذان حجاز. وإن رمت الآذان فذا حجاز يدان. على ايه واو بقى؟ واو. عن جدي. كل واحد يدخل احنا لسه هنروح. يقولوا نفس الكلمه. اخرته. علي اكيد. عندنا ميديا. حلو التابلو. صباح الفل. صباح الفل. حلو التابلو بتاعك. كله تمام يعني والاغنيه تمام؟ زي ما انت قلت. مش تمام ازاي يعني؟ قلت لي هيبقوا ليه؟ غير اللحن شوي بالمنسوان صار فيها فوقه قبل شوي وبعد شوي مرة اوكي عليها يا عم تعدي. يا حبيبي تعالي هاب فين يا سعد؟ يا طلع تقريبا فوق التمثيل. اشتغلنا على التابلو اشتغلنا على الاغاني مرتضى كيف بس احنا كيف التابلو راح انت لا مش راح اقول الاكل اللي بعد اياه انا اصلا كم سنه نسيت الناس اللي بتشوفوا بقى اللي هو يا بحكيله زعلان. كيف بالك ساكت ويهنجر امك ده موضه ماشي يا سكاي بلاتش. انا زعلش مني. السئيل الله معك يا سعيد شدت عليها عملت ايه؟ ماشي. غنى زوين. زوين؟ غنيت زوين؟ غنيت زوين؟ غنيت زوين؟